بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح. كان في درسين بكفي، لأنه احنا قصدنا نركز على مسائل معينة بيحصل فيها أحيانا جدل. اليوم نتكلم في موضوع ثاني، ولكن نستعير مسألة من الدرس الماضي، نركز عليها شوي. إنه مش كل من خلق من البشر هو مخلوق للتكليف. مش كل من خلق من البشر هو مخلوق للتكليف. في حكمة لخلق كل الكائنات، وحكمة في خلق كل البشر، بس مش كل الكائنات أصلا هي مكلفة، ولا كل البشر مخلوقين للتكليف، بس في حكمة لوجودهم. فقلنا مثلا كل من يموت وهو صغير، إذا نكتشف أنه هو مش مخلوق للتكليف عشان يكون مكلف، مخلوق لحكمة بس مش للتكليف. والمجانين مخلوقين لحكمة مش للتكليف، والهبلان مخلوقين لحكمة مش للتكليف، واللي ما وصلهم مش رسالة وممكن يكونوا ملايين مخلوقين لحكمة ووظيفة في هذه الدنيا ومش للتكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما بيختم على قلوب البشر ولا تقبل توبة ولا إيمان، ورح نتحدث إن شاء الله، كل من جاء بعد هذا من أطفال وغيره مش مخلوقين للتكليف. لما بيتم إيش؟ الختم وانتهى الموضوع. يعني إذن في أيام رح تأتي على البشر بعد هيك لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح. لا تقبل توبة ولا يقبل عمل صالح، وانتهى. ما عادش الآن أي كائن جديد أو أي من يبلغ جديدا إلى آخره، هذا غير مكلف. إذا ما يلتبسش علينا الأمر إنه في بشر موجودين وأحيانا بوصلهم مش رسالات. وشو معنات بوصلهم؟ لأنه العلماء خاضوا أحيانا مين اللي بوصلوا ومين اللي ما وصلوش، وهذا أمر أراه غريب. إيش علاقتي أنا وأنت في مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش، ولا أي درجة يعد وصلوا؟ هذا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيستطيع أو اللي يعلم مين وصلوا رسالة مين ما وصلوش. لكن إذا قصدنا إحنا كبشر نشوف مين اللي وصلوا ومين ما وصلوش، نحدد إحنا من عندنا بقصد إنه باعتبارنا كمسلمين مكلفين إنه نوصل، فبدنا نعرف مين اللي لأي درجة نتكلم معاه حتى نقول إنه وصل. المسؤولية عن إيش؟ هذا مش عنا إحنا، هذا موضوع. وموضوع مين اللي وصلوا على وجه الحقيقة ومين ما وصلوش، هذا أمر مش من اختصاصنا كبشر. كيف؟ في العصر الحديث في حدا ما وصلوش؟ والله بجوز في ناس في البيرة ما وصلهمش. فهون هذا موضوع تاني، مش هيك؟ شو معنات وصلوا وما وصلوش؟ مش اختصاصنا. احنا اختصاصنا نوصل حسب احنا فهمنا قدراتنا، نوصل احنا. اما مين وصلوا ومين ما وصلوش؟ طب اذا في ناس يعني مخلوقين مش للتكليف. لانه هاي موضوع لماذا خلق الانسان، هذه قضية بلكي بعرفش، احنا سبق بحثناها في درس من الدروس هنا، لماذا خلقنا الله، مشان نشوف بالضبط. اذا في حكمة من الخلق ابتداء، بس مش معناته انه كله راح يكون يوم القيامة ضمن الوظيفة الجديدة اللي هي في عالم السعادة اللانهائي. هذه مسألة ثانية. الإنسان طبعا استخلف في الأرض كمرحلة، مرحلة الابتلاء والاختبار، واللي بتعيشوه كله هذا أصلا هي مش دار قرار. الدنيا هي اختبار وابتلاء من أجل يقطف مين؟ اللي نجحوا هم المستهدفين. الهدف اللي بينجحوا
هم الأساس في حكمة الخلق، هذول اللي راح ينجحوا. إيش بصير في اللي ما بينجحوش؟ هذولك موضوع تاني. الخلافة هذه بدها تنتهي من الأرض. لما بدها تنتهي نهايتها بدها تكون وختم هذه، يعني بمعنى آخر إعلان عن ختم، انتهى وقت الابتلاء، انتهى وقت الاختبار. كيف في الامتحانات في الامتحانات كان قال خلهم انتهى الموضوع خلاص، الآن كله يضع القلم، ويبدو انه معناته توضع اقلام الملائكة اللي بتكتب خلاص. الآن مش انتهى، ختمت الخلافة من يوم ما وجد الإنسان للآن، وهي في بشر موجودين تختم خلاص يختم، انتهى الامتحان. معناته شوية، شو هي شوية يعني؟ شو هي شوية؟ هذه مسائل نسبية. شو يعني نسبية؟ يعني احنا لما نقول ايش عمر الإنسان بالنسبة لعمر الأرض مثلا، إذا صح ما يقوله العلماء انه عمر الأرض 5 مليارات سنة فرضا قبل ما ينوجد الإنسان. طب خلي الإنسان 50,000 سنة، خليه 100,000 سنة، خليه 200,000 سنة، ايش بيطلع بالنسبة ل5 مليارات؟ ولا شيء. ايش نسبته هذا؟ فإذا الإنسان فعلا هو في آخر الدنيا، آخر أوقات الدنيا وجد. تمام. إذا بدنا نقول 5 مليارات، تمام، الأرض إلها تتشكل وأقواتها وإلى آخره. تمام. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هذه اللي بدنا نفسرها، هم بفسروها غلط أصلا. الناس هم بفسروها غلط الآية هي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو يعني عبادة أصلا؟ يعني هذه التفاصيل الآن مش زي ما هو يقال إنه علة وجود الإنسان إنه يعبد. في هذه بدناش نخوض فيها، بس بنسأل سؤالين. السؤال الأول، كان الإنسان عدما فلماذا أوجده الله؟ يعني شو الحكمة اللي عند الله لما خلقت الإنسان؟ والإنسان موجود لماذا؟ إذا السؤال الأول، كان الإنسان عدما فلماذا أوجده الله، هذا السؤال عن علة الوجود. وأما الإنسان موجود لماذا، عن وظيفتي. هذه الآية تحدثت عن الوظيفة مش عن المسألة الأولى، كان الإنسان عدما فلماذا أوجد. وإنما الإنسان موجود. أنت موجود ولا مش موجود؟ موجود. كيف مخلوق بحكمة وكل شيء تمام، كل شيء تمام، ومن حولك الأمور مرتبة. وظيفتك إن كل لك شو وظيفتك أنت؟ وظيفتك شو هي العبادة؟ على فكرة العبادة باختصار كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله. ومين اللي يحدد إيجابي وسلبي؟ تنزل الشرائع وتبين ما هو، لأنه إذا بدنا نترك الناس هم يحددوا شيء إيجابي وسلبي، هذا بصير مليون وجهة نظر، قصدي مليار، مش هيك؟ أو على قد الناس كلهم. فبالتالي إيش العبادة إذن؟ هي كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله. أما الشعائر التعبدية مثل صلاة وصوم وكذا هذا جزء من. إذا مفهوم العبادة بشكل عام، إذن أي سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله هذه عبادة. كأنه بده يقول لنا أنا ما خلقتكم للسلبيات، أنا خلقتكم للإيجابيات. وما خلقت الجن والإنس للسلبيات. لاحظوا حتى بصيغة كأنه استنكار، مش تقرير، مش صيغة تقرير. مش أجا قال أنا خلقتكم لهذه القضية، بيقول أنا ما خلقتكم للسلبيات، أنا ما خلقت الجن والإنس للسلبيات، أنا خلقتهم للإيجابيات. لأنه العبادة كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله، واللي بيحدد إيجابي وسلبي قلنا الشرائع اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى. طيب هذا مش موضوعنا الآن. إذن المسلم الآن إذا بتلاحظوا واضح في ذهنه كيف بدها تختم خلافة الإنسان على الأرض. لذلك إذا بتذكروا أنتم لما انتهى تقريبا القرن العشرين انتهى، وبده يبدأ القرن ال21، كثر في الإعلام الغربي، وطبعا صحفنا بتنقل وإعلامنا بينقل عن الغرب، كثر في الإعلام الغربي حول نهاية الدنيا، ما عندهم الأساطير كثيرة.
لأنه عندهم ما فيش إشي مبين وواضح كيف بدها تختم المسألة. فهنا لاحظوا، فصار في أساطير وكلام طويل وضجة، على فكرة ضجة طولوا في الكلام إنه شو راح يصير شو راح يصير، إلى درجة إنه مثلا هنا إسرائيل منعت بعض الناس اللي كانوا جايين من أمريكا بدهم يستقبلوا القرن الجديد بالانتحار. تصور بوصل عندهم يعني بدهم ينتحروا، وكانوا بدهم يجوا على القدس، منعتهم إسرائيل من الدخول من الغرب جايين. هذول اللي بيفهموا، يعني هذول اللي بيفهموا وكثير في أساطير كانت تقال. المسلمين هم الوحيدين اللي ما كانوش سائلين في هذه الضجة كلها، الضجة الإعلامية اللي كانت، هم الوحيدين اللي ما سألوش ليش وما تأثروش فيها. وهيكم بجوز بعضكم بيقول هو هيك صار في الإعلام، معوش خبر، لأنه أنتم مدركين إنه في علامات صغرى. شوف التهيئة في علامات صغرى، بعدين في علامات كبرى، والعلامات الكبرى 1 2 3 لازم تشوفوها، وما بتقومش القيامة قبل ما تتكامل الكبرى كلها. إذا أنت عندك وضوح، فبالتالي بتعيشش في عالم الأساطير. ممكن الكرة الأرضية في يوم من الأيام تفنى، مش راح تفنى، ولا راح يجيها نيزك وتفاصيل ويدمرها وتفنى البشرية، ولا راح يكون في نووي يفني كل الناس. بعضهم ماشي ممكن، لا في نووي ولا في هيدروجيني يفني البشرية كلها، مش حاصل. الدين عم بقول لك هدول مستخلفين، وبتنتهي خلافتهم على الأرض، ومن مهد لهم. كيف لما الشوفير بيبقى مسرع وبعدين بيبدأ يخفف شوي شوي، بركات عبين ما توقف الأمور. فبتجيش الأمور فجأة هيك ما بنشوف إلا كله رايح، لا هذا كله بيجي بالتدريج. فأعطاك الدين الصورة واضحة في العلامات الصغرى أولا، ثم العلامات الكبرى. ولذلك وارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في نسم الساعة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في نسم الساعة. شو يعني نسمها؟ يعني شوفوا، أول ما بيبدأ نسيم، بعدين الهواء بيبدأ إيش؟ ممكن يشتد شوي، بس شو بيبدأ؟ نسيم بسيط، بدايات نسم. ولذلك إحنا الأمة الآخرة صحيح، بس الأمة الآخرة هاي على فكرة كم سنة، والله لو عرفنا قديش القديمة كان بنقدر نبين شو يعني آخر، شو نسبته. يعني إذا عمر الإنسان إحنا عرفناه، مثلا افرض أنه عمر الإنسان 200,000 سنة، الكائن البشري هذا من آدم، يعني افرضوا 200,000 سنة، شو بتطلع يعني 10,000 على فكرة بالنسبة ل200؟ آخر ولا مش آخر؟ 10,000. حتى في ناس تقولوا لي 10,000، معنا ما مصدقين احنا هالأيام. كل أمة على فكرة من الأمم بتظن عصرها هي نهاية إيش؟ الدنيا. ولكن اليوم لما نطلع نحن على ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعلامات الصغرى، أنا شخصيا مش مقتنع إنه في علامات صغرى مش من، ولو بدي أخوض في الموضوع أنا أثبت هذا. كثير من الناس قاعدين بيستعجلوا بقول لك العلامات الصغرى كلها حصلت. هذا كلام. في علامات صغرى بعدين في علامات كبرى، والإنسان مش عارف ليش مستعجل. ما هو أصلا إذا مات الإنسان قامت قيامته، مستعجل ليش أنت؟ أما إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني بعد هيك شو إيش يعني؟ إيش بيهمك أنت أصلا بالموضوع؟ طالت ولا ما طالتش؟ وين بوصل الإنسان؟ بس واضح إنه في الإنسان، واضح إنه لاحظوا فعلا عم بيحقق الخلافة في الأرض، تطور العلوم وسيطرته على قوانين ومادة وتفاصيل. يعني تمام لما جاء القرآن وقال عنه إنه هذا الخليفة لازم يبلغ الأوج، بعدين الآن بيبدأ يهيأ مشان أنت الآن خلاص بدك تنتقل الآن، ثم انتهى الموضوع، أغلق الباب. وانت يغلق الباب؟ برضو لا يغلق الباب فجأة، في مقدمات. مثلا لاحظوا مثلا بشكل واضح جدا في الأحاديث الصحيحة، في عندك أول العلامات الكبرى الدجال. وبيمنعش أن يكون الدجال فعلا هو قمة صعود البشري في علوم مختلفة، ولكنه في الاتجاه ايش؟ الفاجر. لأنه إذا بتلاحظوا البشر اليوم، ما هو العلم بيستخدموه قاعدين الفجرة والأتقياء.
العلم اليوم بيستخدموه الفجرة والأتقياء، والله في هذا الباب اللي هو باب العلم والتكنولوجيا والتفاصيل كلها، هاي ما فيش فرق بين مؤمن ومش مؤمن. هذه اصلا الانسان، هذا الانسان وخلافته هو في الارض. فممكن يكون الدجال معبر، لانه وصفه بانه دجال، وصفه اصلا بانه دجال، هو قائد يقود امه او دجاله زيه، يعني هي على نقيض الحق او امه الحق، على النقيض بدها تكون. وممكن اثنين بالغين الاوج على فكره في العلوم، ممكن اثنين، لكن مش موضوعنا الدجال الان، ممكن يجي يوم نفصل في الموضوع. لانه في ناس اليوم على الرغم من انه احاديث الدجال كثيره جدا صحيحه، بروحوا بينكروا. طب ليش بتنكروا انتم؟ لانه مش قادرين تفهموا. ونفس الشيء فيما يتعلق بالمهدي، والمهدي على فكره ممكن اعتباره من العلامات الكبرى، لانه يبدو معاصر للمسيح، والمسيح من العلامات الكبرى. والمهدي ورد ب50 حديث فيها الضعيف والصحيح والحسن، او الضعيف والحسن والصحيح، في مجموعها عند بعض العلماء بيقول انها متواتره. التواتر بسموه تواتر معنوي موضوع المهدي. فانكارها ليش يعني؟ لانه ايش يعني؟ مش قادرين تفهموا. واحنا يعني في الدين نبحث عن صحه النص، ولا بنقعد يعني على حسب امزجتنا؟ اذا بدنا نمشي على امزجه الناس بصير كل واحد على يعني يقول انا وجهه نظري انا هذا. طب وايش الدين يعني؟ طب ليش الدين بينزل وبيوضح لك الصوره؟ وايش المهدي طبعا، وليش المهدي بقل التعريف؟ وكانه يعني اذا في مهدي عبر التاريخ البشري بيكون هو. يعني انتم بالكم فعلا معقول البشريه يكون فيها الدجال وما يكونش فيها المهدي برضه؟ هذول الاثنين موجودين على الارض دائما، المهدي والدجال. بس المهدي والدجال برضه هذول موجودات وين؟ في قمة الصعود البشري. وفي ناس لانه مش مدركين وين رايحه البشريه في علومها والتكنولوجيا والتفاصيل، مش عم بيستوعبوا بعض المواقف اللي بدها تكون مع الدجال وما بعده من ياجوج وماجوج، والتفاصيل هاي كلها مش عم بيستوعبوا بعض المسائل اللي الاحاديث بذكرها. مثلا لما يجي يقولوا انه ياجوج وماجوج على فكره بيكونوا مستهدفين فلسطين مستهدفه طول عمرها، الدجال بيستهدف هون، وعامه اتباعه من اليهود. على فكره اليهود بيحاولوا يرجعوا لفلسطين بعد خروجهم، والناس بيخلطوا بين خروج اليهود من فلسطين ومحاوله الرجعه. هو من علامات القيامه مش خروج اليهود من فلسطين، من علامات القيامه محاوله اليهود الرجوع مع الدجال قائد لفلسطين. اذا هي محاولتهم الاولى كانت من الغرب وبدعم غربي، وافلحوا وجدوا هون في الوجود. لما بيخرجوا الان، يعني وين بيخرجوا؟ في زمانكم ان شاء الله، يعني مش بعيد. لما بيخرجوا راح يروحوا شرق. طب ليش ما يروحوا غرب؟ يبدو ما هو اصلا الغرب، الشرق هو اللي صاعد الان وناهض، والغرب ما هو شيخوخه. تمام. فالان بعد زمن ما ندري بدهم يحاولوا يرجعوا هون، بيستهدفوا هون الدجال، بيستهدف هون ياجوج وماجوج، بيستهدفوا هون. وموضوع نزول المسيح هون فلسطين، هاي فلسطين. تمام. والمهدي هون من قبل. فلسطين هي المحور في الموضوع، الارض المقدسه المباركه اللي بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين، البشريه كلها. طيب الان اذا انتم عندكم صوره واضحه، فاحنا مش خايفين انه لا الارض تفنى ولا البشريه تفنى اصلا. والانسان بيكمل تكتمل خلافته في الارض، ولما تكتمل خلافه بيكون في المؤمن وفي الكافر، اثنين موجودين. لما تكتمل اثنين موجودين، لانه مش معقول يكون موجود بس واحد منهم، يعني المؤمن فقط او الكفار فقط، لان هي لعند ما تختم بيكون انتهى. يعني قصدي الاختبار موجود والابتلاء موجود ثم تختم. اما كيف تختم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. شو فحوى كلامها؟ الكلام أكيد طويل، أكيد الكلام طويل والتفاصيل. طب لو بدنا نلخص موضوع كلامها، في إيش بتكون موضوع الكلام؟
خلاصته أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، إذا لا يوقنون. إذا هي كل الكلام اللي بده يكون فحوى وخلاصة الكلام إيش بده يكون؟ أن الناس عبر تاريخهم كله كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأجى دور أن يقدم لهم اليقين. بس لما يقدم لهم اليقين انتهى. شو يعني انتهى؟ اللي هو قالت عنه لاحظوا الآية القرآنية التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظوا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع، وكمان لا تنفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو إيش؟ أو كسبت في إيمانها خيرا. نوضح هاي أول شيء. إذن يوم يأتي كل آيات الرب ولا بعض؟ كل ولا بعض. في إذن آيات تأتي الناس لا تختم أعمالهم ولا يختم على قلوبهم ويقبل منهم الإيمان والعمل الصالح. لكن في بعض منها لما بتأتي وبتكونش وحدة. في آيات لما بتأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيش؟ خيرا. طب لاحظوا الآن، إذن في الأول كانت مش مؤمنة، لما جاءت الآيات بدها تؤمن. ممنوع، إيمانك لا ينفع، أو إيمانه لا ينفع. ليش؟ خلاص صرتوا أمام الحقيقة. لما تصير أمام الحقيقة، ولا هو التكليف إيش والابتلاء إيش والاختبار إيش؟ أنت لما تكون أمام الحقيقة. يعني اليوم الناس بتؤمن وبتكفر إنه الشمس تشرق. يكفر بإيش؟ ما هو يرى الحقيقة عيانا. تمام؟ فبالتالي لاحظوا، أي نفس ما كانتش مؤمنة سابقا ثم ظهرت الآيات هاي لا يقبل الإيمان. 2، ولا يقبل أي عمل صالح كمان من نفس كانت مؤمنة، ولكن الآن لما شعرت إنه وجود الآيات بصير بده إيش؟ يعمل صالح. هو مؤمن بصير بده يعمل صالح. إذا لا ينفع، لاحظها، لا ينفع نفسا إيمانها في حالتين. أولا لم تكن آمنت قبل الآيات، لا ينفعها الإيمان الآن برضو. واللي كانت مؤمنة ولما لاحظت الآيات صارت بدها تعمل صالح، برضو العمل الصالح والتوبة مش رح ينفعها. لا، كله يعني مؤمن بيصلي وبيصوم أي شيء كان له كاسب خير، خلص ختمنا لك لحد هون. بده واحد مش كاسب خير، ما هو مش معقول بالمرة يعني مش كاسب. يعني إذا بطل يصلي أي عمل صالح جديد حتى للمؤمن الصالح ما بنفعوش. أي عمل صحيح حتى للمؤمن الصالح ما بنفعوش. إذا بدك تنفعك قبل ما تظهر الآيات. كمان مرة لذلك يا حج، نعم هناك علماء بيقولوا بيحصل ختم وانتهى الموضوع، لأنه دخلنا في لحظة عدم التكليف، لا تكليف. ولا ليش بديت في التكليف أنا؟ الأسبوعين نزلت وكالات إعلامية أنه ممكن الشمس خلال 6 شهور تشرق من الغرب. هذا كلام دعاية خلال 6 شهور.
لا هو العلم ممكن يتكلم اليوم عن موضوع كيف ممكن والاحتمالات انه مرات بعض الكواكب او ممكن تغير دورتها، وانه بيحصل في عالم الافلاك. كيف وليش بيحصل؟ هذا بس تقريب الصورة. واليوم علماء الفلك لما بيقولوا ممكن، حتى لو بده يقولوا انه الارض يصير فيها من يوم ايام، هدول بتحدثوش عن مدى زمني قريب، ثم انه احداث القيامة بتكون هي نقض للنظام من اصله، مش انتظار حتى النظام نفسه يستقر ضمن قانون. يعني مش، لا، القيامة مين قال انها بتأتي ضمن قانون؟ لا تأتيكم الا بغتة. وسبق احنا قلنا انه هي بدت القيامة اصلا من زمان، في بعض الدروس بينا انه هي بادية اصلا. كيف الليجو اللي بيكون واحد حاطط مثلا مرتبهن، وبعدين الاولى بندفعها، بتدفع الثانية الثالثة، قديش الخط طويل باخذ زمن. اذا كان كيلو مرتب انت الليجو هاي، يعني باخذ له قديش مثلا؟ اذا طب 10 كيلو، طب والكون، الاوامر صادرة اصلا من زمان بقيام الساعة، والكون يتفاعل. واحنا الان ندرس النظام المحيط فينا تقريبا، وبنعرف بس هو هذا النظام المحيط فينا ما هو متعلق بشيء اخر في الكون، احنا ممكن حركة مش منتبهين لها تنقض كل هذا. تمام، تنقض كل هذا. بتكون متوقع انت شيء، ممكن هذه الشمس مثلا ضايلها 5 مليارات، هذه ضايلها 5 مليارات حتى تطفأ الشمس، بس مين قال لك انه هي تترك عبين ما تطفأ هي لحالها؟ يعني مش هيك؟ اذا الشمس كورت. تمام، على كل ولا يقبل إيمانهم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هو إذن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. لاحظوا، أولا لم تكن آمنت من قبل، وإيش الثانية؟ أو كسبت في إيمانها، يعني هي مؤمنة كسبت في إيمانها خير، لعند هون أي خير بعدين بنفعش. أي خير بعدين، لأنه بتكلم في الآية عن مسألتين، عن مسألة الإيمان وعن مسألة فعل الخير. ولذلك يعني لاحظوا الآية ما قالتش يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت. لو قيل آمنت من قبل وكسبت كان بيكون اثنين مع بعض لازم يتوفرين، انه تكون مش بس مؤمنة سابقة وكمان فاعل الخير. يعني المؤمنة السابقة برضو لا يقبل منها شيء، لازم تكون متوفرة. لو قال وهذا برد على اللي بسموهم الخوارج والمعتزلة، لأنه أصلا الخوارج بيقولوا، لاحظوا، الخوارج بيقولوا إنه مرتكب الكبيرة كافر. ما هو كيف بيرتكب الكبيرة؟ ممكن بفعل المحرم الكبير أو ترك الفريضة الكبيرة. تمام؟ عند الخوارج على فكرة كافر، طبعا هذا غير صحيح. وعند المعتزلة هذا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. ايش يعني بين المنزلتين؟ لا هو مؤمن ولا هو كافر. في هذه الآية إذا بتلاحظوا بترد عليهم. ليش؟ دققوا معي. هو أصلا حكم له بإيمان بدون ما يكون عامل خير، حكم له بالإيمان، إيمانه يقبل بس فيش له عمل. لاحظوا، أقرأ الآية كمان مرة، في والفرق بينهن. لو كان كان بيعتمدوا عليها مين؟ الخوارج والمعتزلة، لكن هي بشو بتقول؟ لأنه تقتضي إنه اثنين هدول بدهم يكونوا مع بعض. لكن لاحظوا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو ما هي مؤمنة، أو كانت مؤمنة ومدة إيمانها
لم تكسب خير، الآن بدها تكسب، ما فيش مجال، ما فيش مجال. تمام؟ إذن يختم خلاص، وبتبدأ تتلاحق. والرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة يعني ذكر في بعض الأحاديث إنه الآيات هذه خرزات. كيف الخرز اللي بيكون ينتظم سلك ثم يقطع الخرز، بتصير الخرزات ايش؟ واحدة ورا الثانية. بس هذه ديروا بالكم، واحدة ورا الثانية هذه برضو نسبية شوي. شو يعني نسبية؟ نسبية يعني الزمن هذا بالنسبة لماضي الإنسان هي بتكون زي الخرزات بالنسبة لماضي الإنسان. يعني في سرعة، ايش السرعة؟ ولا لحظة زي ولا مثلا نيجي لفترة مثلا المسيح كاملة، بعد ما تنتهي فترة المسيح كاملة بتيجي اللي بعدها. يعني مش مجرد ما ظهر المسيح، كل فترته بعدين هيك بصير خرزة كاملة. يعني بمعنى آخر، يعني مسألة المسيح كاملة من نزوله لوفاته هذه خرزة، مش من نزوله. مع انه في تعاصر بين الدجال والمسيح ويأجوج ومأجوج، وهذول على فكرة ترتيبهم وارد في أحاديث كثيرة، وبالتالي فيش أي شك في ترتيب هذول الثلاثة اللي هم أولا الدجال. هذول في العلامات الكبرى. أول العلامات الكبرى الدجال، أول العلامات الكبرى الدجل البشري. الدجل البشري اللي قائم يبدو على وين وصل الإنسان في علومه، بعيدا عن إيش؟ بعيدا عن إشراف الدين وتحكيم شرع. تمام؟ وين بيوصلوا البشر في علومهم بعيدا عن انهم يكونوا متسلحين بالدين، لانه الدين هو الضابط اللي بيضبط البشر. طيب، يبدأ الدجل البشري، ثم نزول المسيح عليه السلام اللي وارد بأحاديث متواترة، واصلا القرآن قال انه مرفوع، والاحاديث متواترة قالت انه بينزل. تمام؟ ومش بس احنا اللي بنقول انه بينزل المسيح، وموجود في الديانة المسيحية المسيح بينزل، وفي اليهودية إيليا بينزل، وإيليا هو إدريس وإلياس. ما هو ما يعني بينظروا إلى إيليا بالدرجة الأولى الآن. طيب، هدول الثلاثة ورا بعض على فكرة، وهدول أول شيء الدجال، المسيح، يأجوج ومأجوج. ولحد الآن العلامات الكونية لا، العلامات الكونية لا، ما صارتش. ويبدو، دققوا معي، يوم يأتي بعض آيات ربك، اللي هاي بدها تكون الآن خوارق، هاي بدها تكون الخوارق الآن. يأتي بعض آيات ربك. لاحظوا هذه اللي بيقول فيها الحديث الشريف الصحيح. لاحظوا إن أول الآيات خروجا اللي هي طلوع الشمس من مغربها. لاحظوا، إذن أول آيات خروج إيش؟ طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. طب أنو قبل الثاني؟ لاحظوا أنو قبل الثاني. لاحظوا أنه الحديث الشريف بيقول لك ما وضح لكش أنو قبل الثانية، بل بالعكس قال لك في احتمال تكون لاحظوا طلوع الشمس من مغربها أول، وفي احتمال الدابة. لذلك نكمل الحديث. إذن إيش أول الآيات؟ أني آيات يوم يأتي، الآيات اللي تتعلق بإيش؟ ما الآيات كثيرة. يوم يأتي بعض آيات ربك. الآن بدنا نشوف الآيات اللي بعدها تختم. يعني الدجال خروجه لا يؤدي إلى ختم وعدم قبول التوبة. نزول المسيح نفس الموضوع. يأجوج ومأجوج نفس الموضوع. الآن نيجي للآيات الكونية. هذول بشر كلهم. لاحظوا، بشر. الدجال، المسيح، يأجوج ومأجوج، هذول كلهم بشر. هذول العالم الآن. أما الآيات الكونية، الآيات الكونية في تنتين هذول
انتهى الموضوع، فيش بعدهن ايمان. في ايمان مع الدجال وبعده بعد نزول المسيح بعد ياجوج ماجوج الان نيجي لطلوع الشمس مغربها والدابه. هذول التنتين اذا بتلاحظوا التنتين خوارق. الخارقه الاولى على مستوى النظام السماوي، والخارقه الثانيه عالم الدواب. عالم الدواب هي بتتكلم، هو بتكلم الدواب. من وين بتكلموا؟ وبعدين بتكلموا بقيموا حجة. اشي عجيب، وكأنه على فكرة وكأنه إدانة للكفر عبر التاريخ كله. يعني الله نزل لكم وحي ورسل مكرمين، وجبريل كان كمان يكون واسطة، والرسل المكرمين، وما مشي معكم الحال. طب خذوا، بدنا نخلي الدواب بتكلمكم، بس لما بتكلمكم وبتؤمنوا مش مقبول الإيمان. يوم يأتي، لحظة، أول شيء وإذا وقع القول عليهم. إيش يعني وقع؟ لاحظوا إيش يعني وقع القول. قامت الحجة وصدر الحكم. قامت الحجة على البشرية. طب كيف قامت؟ أخرى علامات صغرى وقدمنا لكم، وهي دجال، نزول المسيح، يأجوج ومأجوج وشو صار فيهم، وكل هالتفاصيل هاي. والمسلمين عم بيقولوا لكم رح يجي بعدها، والعالم اليوم مفتوح على بعضه. بعد ما الناس يصير كل هذا الكلام رح يقول لهم رح يجي واحد تنين، ديروا بالكم اذا اجت هذول السنتين خلصنا، ما فيش ايمان بعدها، ما فيش عمل صالح، ديروا بالكم. ولذلك كل الناس بتؤمن، بس بيؤمنوا بعد ايش؟ لانه عندهم مقدمات، اصلا عندهم مقدمات تاريخيه كلها، فاهمين الموضوع كله، بيجددوا انه معناته الاسلام هو الصح. هيو قلنا، هيو فعلا، هاي مساله الدجال، وهي المسيح نزل، وهي ياجوج وماجوج، وكانوا كلهم بيقولوا لنا ديروا بالكم، بده يختم الان، فيش اعمال، فيش مجال للايمان بعد هيك. انتبهوا، اي لحظه بتفاجئنا العلامات الثنتين هذول اللي هن ايش؟ طلوع الشمس من مغربها، لاحظوا، وخروج الدابة على الناس ضحى. وعلى فكرة فيش على فكرة مانع انه يكون لما بتشرق الشمس من المغرب بس كم من ساعة، لانه تخرج الدابة، لانه ضحى. في احتمال ضحى هذاك اليوم، يعني في احتمال ضحى هذاك اليوم. ليش؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأيهما أو أيتهما، برضو التنتين ماشي في الأحاديث، ما كانت قبل صاحبتها، أي كمان استخدام صاحبتها، إذا هذول متصاحبات، أننا طلوع الشمس والدابة، واحدة ظاهرة كونية تتعلق بالسماء والنظام الفلكي، وواحدة من الأرض، ودواب كمان، دواب ما عمرناش شهدنا، يعني الدواب تتكلم وتقيم الحجة. إذن أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو إثرها، الثنتين يجوز، على أثرها أو إثرها قريبا. هدول تنتين ركز الرسول صلى الله عليه وسلم من دون كل العلامات إنه هدول متصاحبات، ديروا بالكم، متصاحبات، وما قالناش أني قبل الثانية، لأنه شو قال؟ أيتهما ما كانت قبل. إذا معناته الذكر، على فكرة ذكر ما بيعنيش الترتيب، هذاك ثم وفا، بس مجرد ذكر انه ذكر اول. اذا بتلاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكر اول ايش؟ طلوع الشمس، بعدين الدابة، خروج، وبعدين رد قال لنا انه اي واحدة منهم خرجت قبل صاحبتها، يعني بشيء ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. اذا مقصود يبين لنا انه مش عم بقول لكم اني قبل الثانيه، من كثر ما هن ايش؟ متلازمات. معناتها هدول التنتين على فكره اللي تقدر تقول ظهور اي واحده فيهم، وبالذات طلوع الشمس من مغربها، في احاديث كثيره انه بمجرد ما طلعت من مغربها ايش؟ بس قبل ما الناس يوعوا تماما للي بيحصل بتفاجئوا، يعني وهم بينظروا للسماء بتفاجئوا واذا دابة الارض بتكلمهم. يا محترمين،
لانه طلوع الشمس من مغربها لحالها بيني وبينكم ممكن ما تردعش الناس. يقول لك بيصيروا يفسروها وهم مفسرينها العلماء من قبل. فبدنا اللي يكلمهم ويوضح لهم التفاصيل، ومن هون فيش ايمان من يوم طالع، فيش ايمان من يوم طالع. واللي بيتكلمكم دابه ما عجبكم مش البشر، يعني رسل الله ما عجبكم مش في عبر التاريخ كله. هلقيت بدها تنتهي الخلافه بهذا الشكل. المؤمنين ما هم مؤمنين وكانوا معددين وبيعرفوا الدابه وقايلين عن الدابه وانها بدها تتكلم، وهيكم انتم المؤمنين مش هيك؟ هذا بالنسبه لهم بكون ايش؟ نصر هائل. لكن شو هذا النصر الهائل؟ اي واحد بيؤمن انتهى الموضوع. شو الان بتحكي بعد ما فهمتك الدابه بدك تتكلم، ويبدو انها تستمر كلامها. وجيد انه هون نوضح انه على ما يبدو المقصود جنس الدابه مش دابه بعينها. يعني شو المقصود؟ لانه يبدو في كل بلد بدها تطلع. الصيني بتحكي معه بالصيني مش هيك، والعربي بتحكي معه بالعربي. الدابه عفوا نفرض يعني اذا مش فرد، الدابه هون ايش؟ جنس الدابه هاي. اما شو هي؟ عجيبين البشر اللي بدهم يعرفوا شو هي واوصافها. كل ما ورد في اوصاف الدابه غير صحيح، ورد كثير في اوصاف الدابه، بس يا سبحان الله البشر بهالطريقه دائما. كيف لما اجى قالوا كلب اصحاب الكهف اسمه كذا، اسم اخرى عرفته اسم كلب اصحاب الكهف. والذيب اللي اكل يوسف شو اسمه؟ لما كان واحد من القصاصين يقص على الناس ويقول لهم الذيب اللي اكل يوسف اسمه كذا، قالوا له ما هو الذيب ما اكلش يوسف. قال هذا اسم الذيب اللي ما اكلش يوسف. وهو البشر بدهم يعرفوا الدابة واسمها كمان واوصافها، وصاروا يعطوا اوصافه ما شاء الله. كل ما شوفوها ما في اطلاقا، لانه بيكفي هي دبة. شو هو الدب على فكرة؟ ايش الدبيب والدب؟ لاحظ الاصل الدبيب هو المشي الخفيف، ولذلك بنقول دبيب النمل. المشي مش زي ما بتظنوا في استخداماتنا احنا كنا قال لك بدب دب، هذاك موضوع تاني. بس هو في اصل الدبيب ايش هو؟ والدب المشي الخفيف. كل من يمشي، لاحظوا على المشي الخفيف اللين، هذا الدب. والدابة والدبيب النمل مش هيك؟ فشو هو الدابة؟ كل ما يدب على الارض، كل ما يمشي على الارض هو دواب. والغريب في الشيعة انه انت بتتفاجأ دايما الائمة عندهم ومنهم علي والحسن والحسين والتفاصيل هذول سبحان الله، وكأنه القرآن نازل عند بعضهم، نازل كل القرآن من أجل هذول الأئمة. ولذلك في منهم الآن شو بيقولوا؟ مش كلهم، مش تقولوا كلهم، لا، المتزنين فيهم من العلماء اللي يعني بيستحوا يكتبوا هذا الكلام. ما في علماء بيستحوا يكتبوا من المفسرين عندهم. بقول لك دابة الأرض علي بن أبي طالب، بقولوها الآن. وأنا قاري أكثر من واحد وسامع أكثر من واحد منهم شو بيقولوا؟ دابة الأرض علي. وإنه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، طبعا لم يصح الكلام، إنه في يوم من الأيام جاء على المسجد لقى علي بن أبي طالب نايم على الأرض وحاطط تحت راسه شوية تراب مشان يعرف ينام، فقال له قم يا دابة الأرض. قال علي. وإنه علي أخرى مش بس هيك، وبيحملوا علي عصاة موسى وخاتم سليمان، وبصير هو اللي يعلم الناس، هذا كافر هذا مؤمن، يعلمهم على خراطيم على أنوفهم. عصاة سليمان وخاتم ايش؟ معناته في لسليمان عصا صحيح، ليش ما كان عصاة سليمان وخلص بالمرة؟ عصا سليمان وخاتم سليمان بالمرة، يعني نجيب عصاة موسى ليش؟ ما هي عصاة سليمان كمان من سألتم شيء. فهون موجود هالكلام. نعم هذول هذول آيات كثيرة كم قال لك الإمام علي الفلان الإمام علي. شيء عجيب. داب أخرجنا لهم دابة من الأرض تخرج، حتى مش دابة الأرض، دابة مجهولة من الأرض تخرج. الدابة هاي جنس ولا فرد؟ على ما يبدو انه جنس، يعني بتصير تخرج على الناس من كل الاتجاهات، لانه ايه وتكلمهم. واكيد السي ان ان راح تعمل معها ايش لقاء، والجزيرة وكل العالم وروسيا اليوم
وكلهم اكيد بدهم يعملوا مع الدابه هاي ايش؟ مقابلات. ايش بيحكي بالفرنسي، ايش بيحكي ليه ما ذكر صغيرها في القرآن؟ علامات يعني هو اذا القرآن يعني ذكر بعض العلامات، يعني خصوصا اذا بدنا نقول الدخان، اذا كان الآية بتخص الدخان مثلا هي بيكون مذكور اذا، بس هذه بدها لها يوم نفسر. ونفس الشيء الدابة. وبالنسبة لعيسى وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة، فهو علم وعلم للساعة. أما موضوع الآن يأجوج ومأجوج يعني وبالذات الدجال، جيد إنه نعرف على وجه السرعة، إنه القرآن جاء أصلا، هو القرآن ككل والدين من أجل أن يحصن الناس من الفتن. فبالقرآن ببشرناش بفتن نكون فيها إحنا محرجين، ببشرش القرآن بالفتن حتى يقول لنا عن فتنة الدجال. بصراحة القرآن ببشرنا القرآن ببين لنا كيف إحنا نواجه الفتن. بس الدابة هاي مش فتنة، هاي الدابة راح تبلغكم اليقين. يعني في فرق بين الاثنين، إنه الدجال فتنة والقرآن يقعد يبشرنا بفتنة عظيمة ونظلنا نرج إحنا من هون عبين ما يجي الدجال. خلي الكلام في السنة شوي والله. في حين الدابة اللي هي علامة، هاي بدها تجهر باليقين. دابة بدها تجهر باليقين وتؤنب الناس اللي كانوا ما يؤمنوا ولا يستيقنوا بآيات الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن هالأشياء اللي ما كانوا يوقنوا فيها ممكن تقول لهم وأنا أنتوا مش مصدقين إني راح أتكلم معكم، مخبركم القرآن ولا مش مخبركم؟ هاي قدامكم، انتوا قصتكم في موضوع الإيمان 1 2 3. ويبدو إنه التكليم هذا بياخذ وقت على فكرة. تكلم فعل إيش؟ مضارع اللي فيه استمرارية. شوف أحوال الكلام كله إنه الناس كانت مش مستيقنة بآيات الله، عندها دائما شكوك. وقلنا هذول التنتين لما يجتمعوا، والرسول إذا بتلاحظوا صلى الله عليه وسلم أولا كان ممكن يقول لنا أني قبل الثانية، طالما يقول، بس ما قال لناش أني قبل الثانية. تمام. واثنين، أحاديث كثيرة إنه بطلوع الشمس، بس مش بالدابة، بطلوع الشمس من مغربها لا خلاص انتهى، لا تقبل التوبة ولا العمل الصالح. تمام. ولكن شوي والله، ولكن جيد انه نعرف انه لما بدها تقوم الساعة، لما بدها تقوم وتوقع، شو الإشارة، أهم إشارة وأول إشارة إنها الآن بدها توقع. هذول أشراط وعلامات، في منها العلامات الصغرى ثم هي العلامات الكبرى. آخر واحدة في الكبرى بدها تكون عم بتدلك على وقوع الساعة، اللي هي النار التي تخرج وتحشر الناس. هذه على فكرة أول علامة على قيام الساعة، يعني الساعة الآن. إذن في أكثر من أول على فكرة. الدجال أول العلامات الكبرى، وموضوع الدابة وطلوع الشمس مغربها أول الآيات الكونية اللي ما بعدها ما فيش قبول. يعني أي آيات تيجي بعدها بتعزز، ولكن ما فيش قبول، خلص وانتهى، أغلق كل شيء. ثم أول ما يعلن إنه الساعة هي بدها تنزل، نار تخرج من قعر اليمن أو من اليمن وتحشر الناس. ملاحظين هذه ايش معناته؟ معناته الآن يا جماعة انتهى، بدها تنزل. إذا في عدة أول. وهون خليني شوية في حديث استغربت إنه بعض الناس بيستشكلوه، قالوا العلماء بيناقشوه، وهذا بدل على إنه يعني كثير في ناس ممكن يشككوا في الدين في أحيانا وفي النصوص على ضوء قال ما يظهر من تعارض. طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح 3 إذا خرجن لحظة، اللي هي
شو قال؟ طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. شوفها الدابة اللي بتخرج على الناس، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا وين زمن هدول الثلاث؟ فالناس قال استشكلوا الموضوع. لا، ليش تستشكل الموضوع؟ ليش هو قال ثلاث إذا خرجت إحداهن؟ قال هيك. في ممكن بعض الأحاديث الضعيفة قالت هيك، بس مش صحيحة. ما هي هون بقول ثلاث إذا خرجن. إذا شو يشترط حتى إنه يكتملن؟ ولاحظوا إنه أتى بالدجال والدابة، يعني لأنه الدجال هو بداية العلامات الكبرى المؤذنة بالختم، بس بدون ختم الآن، المؤذنة بالختم. إيش معنات إذا ثلاث إذا خرجن؟ إذا خرجت أي واحدة؟ يعني هي الآية الحديث بيقول إذا خرجت أي واحدة ولا خرجن الثلاث؟ كيف لما يقول واحد لواحد؟ بقول له اسمع، إذا بتقوم بالشروط التالية 1 2 3 بدفع لك المبلغ. إذا بتقوم بالشروط الثلاث 1 2 3 بدفع لك المبلغ. أنتوا بالكم وين بدفع له؟ مع أول شرط ولا مع ثاني؟ مع الثالث. مع الثالث بدفع له. هاي قال يعني محتارين فيها. عجيب. بس ليش كان الدجال معها؟ لأنه أول العلامات الكبرى. ثلاث إذا خرجن بده يقول لهم ديروا بالكم، ثلاث إذا خرجن ختم العمل، يكون الدجال أول إنذار. يبدو لها فترة زمنية مقاربة ذلك حين. لا، ما هو ثلاث إذا خرجن. إذا شفتوه هنا دول الثلاث، ليش بدأ في الدجال؟ بداية الإعلان إنه انتبهوا قرب الختم. بدأ بالدجال لأنه هو أصلا الدجال أول إيش؟ شو معنى قصدي بدأ بالدجال؟ يعني الدجال موجود، أما الترتيب احنا قلنا الترتيب ما بيعنيش، طالما الواو بيعنيش. كيف لما تقول مين اللي أجا فلان وفلان وفلان وفلان، انت بس مهمتك تقول المجيء. أما أنه قبل الثاني أجا بالواو هاي ما فيش. وقبل شوي جبنا موضوع الدابة وطلوع الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيته ما كانت قبل. إذا الترتيب بيعنيش يعني، أو الذكر يعني. أنا ممكن أذكر العلامات بأكثر من أسلوب طالما إنه ما قالش ثم أو ثم ما ذكرش خلاص. فلاحظوا إذا هذا الحديث لما بتكتمل الثلاث. بس ليش كان الدجال مع التنتين اللي هن واضحات، اللي هن أول آيات إيش؟ الكونية اللي انتهت. الدجال مش منهن، بس كونه ذكرهن. ديروا بالكم لما بيجين ثلاث قال لك دير بالك الدجال معناته التنتين جايات وانتهى الموضوع ويختم. فيش اشكال. اذا مين كان بده يسأل؟ شيخ بالنسبة للآيتين الواضحتين. الآيتين الدابة ومطلع الشمس من المغرب. كون الشمس لها مجموعة مطالع، يمكن الناس تطلع عليهم الساعة 7 وناس الساعة 9. بين ال7 وبين 9 الساعة 8 تطلع الدابة. ففي ناس دابتهم في الأول، في ناس همهم. بقول لك لأنه غروب الشمس على الكرة الأرضية راح يكون أو شروق الشمس على الكرة الأرضية راح يكون إيش؟ بالتدرج. وبالتالي إنه موضوع الدابة هي ممكن تكون خرجت عند ناس وعند ناس ثانيين لا. وهذا مش هيك صحيح؟ لطيف هذا. بتكون خرجت عند ناس وعند ناس لا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لك أيهما لطيفها خرجت قبل، لأنه فعلا مثلا عندنا فلسطين بجوز لما تشرق تكون خارجة الدابة في أمريكا مثلا. ما هي بدها تشرق من الغرب. ما هي بدها تشرق من الغرب. ممكن خلال 2 3 ساعات تكون طالعة في أمريكا الدابة، وعندنا إحنا مش طالعة. مش هيك؟ مش كل الناس بيسمعوا أخبار، عندنا مش طالعة. فممتاز. فقضية أيته جميل هذا في موضوع الحديث، إنه الحديث ما حددش أني قبل الثانية، لأنه فعلا راح يكون عند بعض الناس طالعة الدابة قبل ما تشرق الشمس، بس ما وصلتهمش، أو دابتهم اللي في البلد. ما قلت لك هي جنس الدواب. الحديث الصحيح عن الآيات يبدو أنه متعلق في تفسير كلمة آيات في الآية، لأنه في أيوة. كثيرة لا يوجد. أيوة. هو لذلك هي
اول الايات لما ذكر الايتين هذول اللي هم القرآن بيقول يوم يأتي بعض آيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة. لأن الصحابة لما بروا لك على الضوء شو كان الرسول يقول، بس واضح إنه هذول التنتين اللي إيش اللي خلص انتهى. فلذلك فعلا في موضوع الدابة يا شيخ شو علاقة زمن يأجوج ومأجوج أيام ذي القرنين والأخير؟ بما إنه هدول قوم يأجوج وقوم يأجوج ومأجوج ويبدو إنهم أصلا بردوا لأصل واحد، ثم عم بينقسموا في ذاك الوقت كانوا قبيلتين يأجوج ومأجوج. هدول الناس اللي في يوم من الأيام قاموا بإفسادها في الأرض، نسلهم، هذه نبوءة، نسلهم في آخر الزمان سيكون له إفسادة كبيرة. هدول اللي أفسدوا إفسادة في يوم من الأيام راح يكون لهم نسل يفسد إفسادة، إذن هي نبوءة، بس راح يكون لهم إفسادة كبيرة. هذا العلاقة، هذا واحد. اثنين، وهذا فيه إشارة إنه الأمم اللي نشأت في يوم من الأيام مهما مضى الزمان ستبقى هذه الأمم موجودة. ولذلك لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج، إذا معناته العرب راح يكونوا موجودين لذاك الوقت. ولاحظوا هذا، فمعناته الأمم اللي تبلورت شخصيتها قد ما يحاولوا يذوبوها، إذا بتلاحظوا الأمم ببعضها بقت موجودة. حتى الصيني في الولايات المتحدة بتلاقيه مع انه مولود في الولايات المتحدة لهم الحارات الخاصة وكذا والتفاصيل، حتى اللي هناك مش ذايبين. اذا الامم لما تبلورت شخصياتها، وهذا بيحتاج، انا كاتب في الموضوع في سياحة الفكر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما كملناش الفكرة، ماشي مش قضية.